في واحد كان محكوم عليه بالإعدام مش لأنه قتل، بس عشان المحكمة كانت مستعجلة والنيابة عايزة تقفل الصفحة، ولولا فيلم كان الراجل ده مات. أنا حسام حامد مخرج، وهنتكلم عن السينما لما غيرت الواقع. سنة 1976 ضابط شرطة اتقتل في أمريكا، جريمة قتل غامضة جدا في منطقة أصلا فيها توتر والشرطة تحت ضغط إعلامي كبير. وبعد كام يوم اتقبض على شاب اسمه راندال آدمز، لكن الحقيقة كل الأدلة كانت مهزوزة، لا بصمات ولا سلاح، والشهود كلامهم بيتغير، والدفاع مش لاقي أي سبب منطقي لإدانته. بس السلطات كانت عايزة تقفل الجريمة دي بسرعه جدا، وقرروا هو ده المتهم. اتحاكم بسرعه واتحكم عليه بالاعدام وهو عمره 27 سنه. بعدها المدعي العام طلب تخفيف الحكم وتحولت العقوبة للسجن مدى الحياة. لكن اللي ما كانش حد متخيله ان بعد 12 سنه يجي مخرج ويقلب الدنيا بفيلم اسمه ذا ثين بلو لاين. الفيلم ده ما كانش عادي، ده كان تحقيق سينمائي بصري كامل، جاب كل الشهود من جديد، صور كل الطرق اللي حصلت بيها الجريمه، وعمل اعاده تمثيل للجريمه باكتر من زاويه، واكتشف تناقضات خطيره في روايه الشرطه والشهود. الفيلم فضح قد ايه النظام القضائي الامريكي ممكن يكون مهزوز، وان في ناس بتتحاكم مش عشان هم مجرمين، ده عشان بس حد لازم يتحاسب. ايه اللي حصل لما الفيلم اتعرض؟ الدنيا ولعت، والصحافه بدات تحقق، والنيابه اضطرت تفتح الملف من جديد، والدوله كلها بقت تحت الضغط. وفي النهايه راندال آدمز خرج من السجن بعد 12 سنه، وتم اسقاط التهمه بالكامل. I just felt they prosecuted the wrong person. I don't know why. الفيلم ده دخل التاريخ وتحول لمثال حي على ان السينما ازاي ممكن تنقذ ارواح. ده مش فيلم وثائقي، ده تحقيق حرر انسان. قول لي بقى، هل ممكن فيلم يغير مصير بني ادم؟ واضح ان الاجابه سيب لي رايك في كومنت واستناني في حلقه جديده، وما تنساش تعمل متابعه او سبسكرايب عشان تشوف باقي الحلقات.